السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام حباباتي، سلام حبابات متتبعات قناة مطبخ بلال. صحة فطوركم وصحة رمضانكم، كل عام وانتم بخير، تصوموا بالصحة والهنا ان شاء الله يا رب. اليوم الوصفة الرمضانية اللي حبيت نبدا بها هي حلوة ان شاء الله يجوز رمضانكم حلو، واللي هي طاجين الحلو. طاجين الحلو لكم بطريقة هايلة بزاف وشرحت لكم يعني فيها مليح. شوفوا يجي هايل، بنا روعة، الحلاوة معتدلة، ولا صوص تاعو ولا السيرو تاعو يجي كلاغ. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاعنا اليوم، بارطاجيوها مع الحباب والعائله. ما تنساوش ديروا لي جيم قبل ما نبداو الوصفه. نصلوا على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام. بسم الله. شوفوا هنايا الحاجه الاولى حنبدا نوزن السكر. انا حنحط ارطل سكر 500 غرام تاع السكر. دايوغ غادي ندير لكم في الميزان باش تشوفوا. فوالا نكمل حتى نلحق ارطل السكر. راكم معايا راني نوزن قدامكم. فوالا راهو 400 غرام يكاكها. فوالا 500 غرام رطل سكر عادي هكذا. نروحو دوكا نوزنو الماء. كاين يدير الماء قل من السكر، انا درت هنا كيف نفس الكيلة تاع السكر نفس الكيلة تاع الماء. والفواكه الجافة 2 كيلات. هي نعرفو مرة نديرو 2 كيلة تاع الفواكه الجافة 2 كيلات سكر مع 2 كيلات ناقصين شوية تاع الماء. انا هنا حبيت ندير السكر نصف الماء والسكر نصف تاع الكمية تاع الفواكه اللي حنديروهم هكذا. انا عندي هنا 2 كيلات، دوك شوفوا 2 بول تاع الفواكه اللي حطيتهم. دونك راني درت رطل سكر، رطل ماء، وحده تاع نجمه الارض، عود قرفه. بعد ما نفرغ الماء نفرغ السكر، ما نفرغوش السكر قبل الماء، نفرغوا الماء باش نحطوا فوق السكر هكا كيما راكم تشوفوا. هذيك هي 500 غرام تاع الماء، 500 غرام تاع السكر، عود قرفه، وحده نجمه الارض، مع مغرف صغيره تاع الزبده ولا مارغرين ولا السمن كيما حبيتو. وندير معها لي تخونش تاع القارص. فوالا هذوك لي تخونش تاع القارص انا نحيلهم العظم باش ما يطلقوش المروريه في لاصوص، وتجي واحد الحموضيه خفيفه ماشي حاجه. ولاصوص تاعنا هذا الهدف من باش نديروا القارص مع السيرو، باش من بعد كي نحطوا العينه ونحطوا هذوك الفواكه السيرو تاعنا يبقى كلاغ ما يكحلش، المظهر تاعو يولي جذاب ماشي كيما يكحل لكم اطلق العينه فيه ولا نو. كي ديروا هذو لي تخونش تاع القارص السيرو، ولا ديروا عصير تاع القارص شويه قيسوا واش مغارف، ولا لو زيت دو سيترون هكذا يبقى لكم توجور السيرو تاعكم خفيف. نحطوه على النار يطيب على الفرن ونروحو. هنا عندي كيله تاع عينه وكيله تاع بين الزبيب والمشماش وزبيب، عندي زبيب الصفر وزبيب الكحل هكذا. صافي درت 2 كيلات تاع الفواكه، كيله تاع سكر، كيله تاع ماء. شوفوا يجي هايل، يجي بزاف هايل. مام الحلاوه هذيك تاع 2 كيلات سكر كيما السكر كيما الفواكه يجي طرو سكري، هذا يجي معتدل في الحلاوه. نرش هذيك الفواكه بشويه مصهر ونخليهم ونحطهم يفوروا لي غير شويه. انا العينه تاعي راهي طريه. نروحوا للسيرو دوكا نحركو. انا نحرك باش ما يوسيلش السكر، نحركو حتى يذوب هذاك السكر. فوالا هنا ويغلى السيرو ويغلى نخلوه يطيب شويه، ما نطولوش عليه باش ما يقوسناش بزاف، باسكو انا الفواكه الجافه تاعي فواكه كيما هذا اللي حنديرهم دوكا المشماش مع الزبيب الكحل والزبيب الصفر، نحطهم مع يغلاو مع يفوروا واحد 10 دقائق ميم با 10 دقائق، نحطوهم في لاصوص هذيك يكملوا يطيبوا. وشو العينه نخليها هي الاخرى. فوالا نخليهم يطيبوا حتى تشوفوا هذيك المشماش تنفخ وطرى مع الزبيب، ثم باش نزيدوا العينه. من هذوك التخونش تاع القارص حيتعسلوا لنا ويتكرملوا يولوا هايلين. انا ناكلهم نقول لكم صح هذوك تخونش تاع القارص نحبهم هكذا يكونوا معسلين. الله الله. شوفوا هنايا المشماش تاعي قريب يطيب مع العين، نقولوا بخاسك طابو. شوفوا يتغلي القدره تاعي. نشوفوا الزبيب هنا كيف تنفخ. فوالا حضرت برك على المشماش كيفاش ولالي. انا ما نحبوش طايح بزاف و كاع مهرها، نحبو شاد شويه روحو الطري وشاد روحو. هنا بعد ما طابوا هذا الفواكه جافه نحطوا العينه كي نحطوها بلطف
هكذا ممكن نخلطو ما نخلطوش، غير اللي حركنا شويه القدره ولا دخلنا هذيك المغرف غير خفيف كيما هذه الطريقه باش ما تنحلناش العينه وتطلق الكحوليه تاعها في المرقه. فوالا خليهم يطيبوا غير شويه واحد 3 دقائق، ما نطولوش عليها باسكو العينه طايبه وطريه، والزبيب تاعنا طاب، المشماش كيف طاب. فوالا انا بعد ما طابت الفاكهه نحط كاس تاع فنجان اتاي مزهر. انا ما درتوش معمر، هنا كنت بيت نفرغ بعد تحبست باش نوريلكم. ما نديروش معمر، اللي حابه ديروا معمر ديروا معمر، تحب الذوق تاع المزهر بزاف طاجين نحلو تعمر الفنجان. فوالا نطفوا عليه ونفرغوا هذاك الفنجان تاع مزهر ونخلوه على الطرف حتى تبرد، يتقدم شويه بارد ماشي سخون. نزرع عليه شويه جلجلان محمص، واللي محبش تزرع عليه جلجل ما تزردروش، يعني هذا اختياري. وكي نقدموه نحطو شويه عينه وشويه مشماش زبيب، يعني نخلطهم كل شيء شويه. هنا العينه طيبه الله الله ماشي طايحه بزاف، والزبيب مع المشماش طايب بصح ماشي هذوك اللي مهلهلين كامل، لازم كي طيبيها تكون طريه وشاده روحها، فهمتوني؟ انا دوك راني حطيت روجها تاع هذيك الترونش تاع القارص مع عود قرفه زينتو بليفخاس، مع اللوز محمص والجوز ثاني، الجوز نشبحو بالجوز ويجي هايل بنين. نسقيهم غير بلاصوص باش يبتقاو يلمعوا. فوالا طاجين نحلو في هذا هو طاجين نحلو. انا قدمته بهذه الطريقه، وانتم كل وحده كيف تحب تقدموا، كل وحده كيف تحب ديكوريه. تحبوا تديروا الكيوي، تحبوا التفاح، راجيه باذن الله نديروا بالتفاح كما تعرفوا كل شيء وغالي. ربي يجيب الخير والله المستعان. فوالا هذه هي الوصفه تاعنا نهار اليوم طاجين نحلو. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وان شاء الله تجربوها وتكون نالت اعجابكم. شوفوا جات هايله بزاف، حبني بزاف، والحلاوه تاعو معتدله ماشي حلو هذاك اللي تخو سكري، حتى حلاوه معتدله. جربوا بهذه الطريقه بهذه المقادير وان شاء الله يعجبكم. ما بقى لي في الاخر غير نقول لكم بارطاجيوه مع الحباب والعيله باش يستفاد الجميع. اللي ماشي مشتركه في القناه تشترك وتفعل الجرس باش يوصلها كل جديد. ما تنسوش ديروا لي جيم. ومع السلامه في امان الله. صحه سحوركم وصحه رمضانكم وصحه فطوركم.